عاملين ايه يا حبايب تتنولة؟ وحشتوني. النهاردة هنحكي حكاية الأرنب الشجاع والظلام. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في أرنب صغنن وشقي اسمه أرنوب كان بيحب يلعب ويجري في الغابة، بس كان عنده مشكلة كبيرة، إنه بيخاف من الضلمة جدا جدا. في ليلة من ليالي الشتاء اللي بتبقى ساقعة ومطرة، أرنوب كان بيلعب بعيد عن بيته. فجأة الشمس اختفت والجو ضلم كحل. خاف أرنوب قوي وقعد يعيط: يا ماما، الضلمة بتخوفني ومش عارف أرجع البيت. وهو عمال يعيط ظهرت له بومة حكيمة لابسة نضارة كبيرة. بصت له البومة وقالت له: مالك يا أرنوب؟ بتعيط كده ليه؟ أرنوب قال لها وهو بيترعش: الضلمة بتخوفني ومش عارف أرجع بيتنا. قالت له بومة بابتسامة حكيمة: طب بص يا أرنوب، الضلمة دي مش كائن بيخوف، دي بس غياب النور. هي زي ما بتكون عاملة غميضة، بس علشان تعرف إن النور هيرجع تاني. وبعدين كملت: طب ما تيجي نعمل حاجة؟ غمض عينيك خالص وحاول تسمع الأصوات اللي حواليك. اسمع صوت المطرة وصوت الشجر وصوت قلبك وهو بينبض. أرنوب قفل عينه وخف الأول، بس لما ركز لقى إنه سامع حاجات كتير حلوة. سمع صوت المطر وهو بينزل على ورق الشجر زي المزيكا، وسمع صوت صرصار صغنن بيغني. فتح أرنوب عينه وهو مش خايف زي الأول، وقال: الله، الأضواء الصغيرة اللي في السما دي اللي هي النجوم بتنور الضلمة شوية. بومة ضحكت وقالت: أيوة كده، انت شجاع. خلي بالك لما النور بيرجع الصبح الشمس بتبقى أجمل وأقوى بعد الضلمة. أرنوب شكر بومة، وبدل ما يجري بسرعة وهو خايف مشي بالراحة وهو بيحاول يسمع الأصوات اللي حواليه. لقي إن الضلمة ما بقتش تخوفه قوي. ولما وصل بيته كان الفجر قرب يطلع، ولما شاف نور الصبح حس إن عنده قوة جديدة. ومن ساعتها أرنوب بقى شجاع، وكل ما الضلمة تيجي يغمض عينيه ويفتكر كلام بومة: الضلمة دي غميضة والنور الحلو جاي تاني.